خطه مهمه بالنظر ديال الاهميه ديال الجهه، الموقع الاستراتيجي ديال الجهه، قربها البحر المحيط المتوسط. آه، اكثر من 21 سنه مرت على الخطاب ديال صاحب الجلاله في هذه الجهه، واللي رسم خارطه طريق غيرت المعالم ديال الجهه. اليوم بفضل وبفعل التوجيهات الملكيه والمشاريع الملكيه والاوراق الملكيه، الجهه اليوم واجده باش تكون على موعد مع الفتح ديال الميناء ديال الناظور الغرب المتوسط. وهذا الاجتماع جاء اولا لانصات المشاكل ديال المصدرين، وكذلك للتهيئ الجماعي لواحد الموعد اساسي اللي هو فتح ديال الناظور الغرب المتوسط، واللي ما عندش لا المستثمرين ولا المسؤولين ولا على مستوى القطاع الحكومي اننا ما ننجحوش. والجهه ديال الشرق والجهه ديال مكناس فاس وكل المناطق ديال الجهات المغربيه انها تستفيد من ثاني اكبر واضخم ميناء ان شاء الله اللي غادي يكون بعد الناظور مع بعد طنجه المتوسط. وهذا الميناء من شأنه انه يغير المعالم ديال الجهه ويخلق مناصب شغل كثيره، وخص الجميع يامن بانه التغيير غادي يكون، وان شاء الله غادي تكون مستقبل زاهر للجهه والابناء الجهه بفضل وبفعل استضافوا بفضل وبفعل البدايه ديال الناظور السنه المقبله. وكذلك خص ولا بد تضافر الجهود. كذلك استمعنا الى بعض الاكراهات والمشاكل ديال المصدرين، وعلى راسها الاكراهات المتعلقه بالتصدير والاجالات، وكذلك الاستقبال من الدول المستقبله للتصدير. وهذو كلهم مشاكل اللي غادي ندرسوها واللي غادي نديروها ضمن المخطط ديال 2025 اللي جينا عليه، وهو اننا جينا نهيئوا هذا المخطط برفقه وبمعيه المصدرين والفاعلين على مستوى الجهات. واليوم في المحطه ديال جهه الشرق كاين مشاكل اللي عندها تشابه مع جهات اخرى، كاين كذلك مشاكل اللي مرتبطه بالجهه وبالانتماء ديال الجهه والاقاليم الجهه. وبعد هذا الشيء كله غادي يكون واحد المخطط اللي غادي يلامس اولا المشاكل اللي استوعبنا لها، وكيكون خصو يكون مخطط واقعي، لانها في سنه ما يمكنش تحل المشاكل كلها، ولكن غادي نحاولوا اننا نحلوا المشاكل رفقه وبمعيه المسؤولين على مستوى الجهات، لانه الجهه اساسيه من اجل بلوره واعطاء اهميه لهذا المشروع وهذا المنتوج اللي هو المخطط ديال 2025 ديال التجاره الخارجيه ان شاء الله بحول الله. شكرا.